جدة التلميذ سيف بعد وفاته بلدغة عقرب. حفيدي مات بسبب الإهمال وسابوه لحد ما السم انتشر في جسمه. يا جماعة، خبر وفاة الطفل سيف بلدغة عقرب في إحدى قرى أسيوط وبعد كلام جدته المليان وجع وقهر، دي حاجة تقطع القلب بجد. لما جدة سيف تقول حفيدي مات بسبب الإهمال وسابوه لحد ما السم انتشر في جسمه، دي مش بس مجرد كلمة بتتقال، دي صرخة وجع من قلب موجوع على ضياع روح بريئة كان ممكن تتعالج وتعيش. جدة سيف قلبها مليان مرار، حكت تفاصيل مؤلمة عن اللحظات الأخيرة في حياة حفيدها، وبتقول إن سيف اتعرض للدغة عقرب ولما ودوه المستشفى ما لقوش المصل المضاد للدغات العقارب. تخيلوا معايا، طفل بين الحياة والموت وعلاجه الوحيد مش موجود. بتقول انهم قعدوا يسعفوا فيه ويودوه من مستشفى للتاني وكل مرة يلاقوا نفس المشكلة، المصل مش موجود. الجدة المكلومة بتصرخ وتقول انهم سابوه لحد ما السم انتشر في جسمه، وده اللي خلى حالته تتدهور بسرعة لحد ما توفاه الله. كلامها ده بيشير لإهمال كبير مش بس في توفير المصل لكن كمان في التعامل مع حالة طارئة بالشكل المطلوب. المفروض إن في بروتوكول للتعامل مع لدغات العقارب، وأول وأهم حاجة فيه هي سرعة إعطاء المصل المضاد. طبعا اتهامات الجدة بالإهمال بتطرح أسئلة كتير ومهمة. أولها، هل فعلا في نقص في الأمصال المضادة للدغات العقارب في المستشفيات الحكومية خصوصا في المناطق الريفية والصعيد اللي بتنتشر فيها العقارب؟ ودي كارثة لو كانت الإجابة أيوة. تاني حاجة، هل تعامل الأطقم الطبية كان بالسرعة والكفاءة المطلوبة؟ وهل تم توجيه الأهل بشكل صحيح لأقرب مكان ممكن يوفر المصل لو مش موجود في المستشفى الأولاني؟ تالت حاجة، هل في وعي كافي في القرى بمخاطر العقارب وطرق الإسعافات الأولية والتعامل السريع مع اللدغات دي ولا لأ؟ وفاة طفل زي سيف بسبب لدغة عقرب في الوقت اللي الطب فيه وصل لدرجة عالية، ده شيء محزن ومقلق جدا. ده مش مجرد قدر، ده ممكن يكون نتيجة لأخطاء وأهمال في المنظومة الصحية اللي المفروض تكون جاهزة لأي طوارئ. ربنا يرحم سيف ويصبر أهله على المصاب الأليم ده، ويكون موته ده سبب في إنقاذ حياة ناس تانية كتير ممكن تكون معرضة لنفس الخطر.